السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه كنصاوبها باش كندير هكا الجبن ساهله غير باطرو ديال اللبن كيف كتشوفوا. خديته درته في المجمد حتى جمد كيف كتشوفوا. اي لبن عندكم، يا سوا ديال الكرتونه اولا ديال الميكا، بهذا الشكل هذا. المهم درته في المجمد حتى جمد مزيان مزيان واحد الساعتين. صافي دابا جبدته من المجمد كيف كتشوفوا راه قاصح. غادي نحيد ليه هاد الميكا هادي، غادي نحيدها ليه وغادي نديرو في واحد الصفايه باش غادي يتصفى ليا، ونخليه حتى يذوب من داك الثلج ويرجع بحال الجبن. هانتوما هذا بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غادي يولي. هذه طريقه زوينه كنديرها هكا منين كنبغي نصوب بها هكا الجبن، ساهله ودغيا كيوجد. كتخليو غير اللبن حتى تيتجمد صافي، وكديروه هكا وكتحيدوه، كديروه في هاد الصفايه وكتخليوه حتى على خاطرو حتى كيبقى غير الجبن وداك الماء كينزل. انا غادي نديرو درتو في هاد الصفايه هادي وغادي نخليه حتى يطلق ليا ويولي ليا جبن. هنا غادي نصاوب معكم واحد الحريشات. عندي نص كيلو ديال السميده ديال الحلوى، واحد الكاس مخلط ما بين الزيت والزبده مذوبه، واحد المعلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال العسل وشويه ديال الملحه. صافي واحد ساشيه ديال الخميره. هنايا غادي ندير النواشف هما الاولين، درت الملحه، درت السنيده صافي، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الفورص، وغادي ندير خماره ديال الحلوى كيف كتشوفوا. صافي وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. صافي وغادي نزيد دابا، غادي نزيد ديك معلقه ديال العسل، وغادي نزيد داك الكاس ديال الزبده مذوبه مخلط مع الزيت، وغادي نبدا نبسبس داك السميده، نبسبسها هكا وندخل داك الزبيده والزيت والعسل مع السميده. كيف شفتوا من بعد ما دخلت مزيان وبسبست هكا السميده، صافي غادي نبدا نضيف الماء تدريجيا بشويه بشويه. ما غاديش نعجنها كيف كتشوفوا، غادي غير نخلطها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي وانا كنخلطها هكا صافي حتى تاخذ القياس ديال الماء الكافي. صافي غادي نخليها ترتاح. وهنا البنات كيف شفتوا خليت هذا الحرشه ديالي ارتاحت واحد شويه، خديت واحد شويه ديال السميده وغادي نبدا ندير كويرات هكا القياس اللي بغيت، حيت غادي ندير حريشات هكا صغارين. صافي كنمرمدهم هكا في السميده، غادي نبقى حتى نشكلهم كاملين نوجدهم هكا كويرات ونمدهم هكا في السميده. عاد باش غادي ندوز نحط المقله ديالي فوق البوطه وغادي نطيب الحريشات. تقدروا ديروا حرشه كبيره، انا تشهيتهم هكا صغار نرافق بهم هكا داك الجبل اللي صوبت معاكم. صافي من بعد هكا ما شكلتهم كويرات غادي ندوز باش غادي نطيبهم. هنا البنات خديت المقله الثقيله وخديت هاد السيركل هذا ديال الحرشه. صافي وغادي نبدا نضغط عليه بهاد اللعيبه هادي، نبدا نضغط على الحريشه هكا باش تاخذ القياس ديال داك السيركل. صافي وغادي نضغط عليها باش تجيني مقاده وغادي نبدا نطيبهم.
صافي كيف شفتوا حتى كيشدوه مزيان في راسهم وكنحس بهم طابوا من التحت. عاد باش كنقلبهم ما كتبقاوش تقلبوا فيهم مره حيت الحرشه دغيا كتهرس، كتشوفوا حتى كتشد في راسها عاد باش كتقلبوهم. صافي كيف شفتوهم هما راه ولاو ليا ذهبيين طابوا. غادي نحيدهم وغادي ندير الاخرين نكمل الطياب ديالهم وهانتوما معايا. وصافي البنات هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. هانتوما كيجيو زوينين محمرين وكيجيو زوينين كيف كتشوفوا. صافي وغادي ندوز دابا باش نشوفوا الجبن ديالنا حتى هو فين وصل. ها هو راه داب كيف شفتوا. داك الماء نزل لتحت وتصفى. صافي وبقى ليا غير الجبن من الفوق. تقدروا تضيفوا عليه شويه ديال الملحه، تقدروا تضيفوا عليه شويه ديال الزعتر. صافي وترافقوه هكا مع المقبلات ولا هكا مع الحرشه خبيز كيجي رائع كيجي زوين. بالنسبه لي انا غادي نخليه غير هكاك طبيعي. صافي غادي نديرو في هاد الجبيبنه هادي راه كيجي زوين وكيجي ناجح وسهل، زعما سهل غير اللبن اطرو ديال اللبن. هانتوما القياس اللي خرج ليا ديال هكا ديال الجبن. وبالنسبه للبنات لداك الماء اللي كينزل منه تقدروا تعجنوا به هكا خبيز، تعجنوا به البريوش حتى هو، اولا ديروه في شي وصفات هكا ديال التشميل. هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي كريمي كيجي ناجح وسهل الطريقه ديالته في التحضير. صافي غادي نديرو هكا كيف تشوفوا. غادي نديرو مع ديك الحريشه اللي صوبت، غادي نرافق به داك الحرشه. كيجي هكا بحال الشكل ديال زبادي. كيف قلت لكم تقدروا ديروا ليه شويه ديال الزعتر اولا ديروا ليه شويه ديال المليحه باش هكا كتبدلوا ليه لوغو ديالو. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم. شاركت معكم الطريقه اللي سهله ديال الجبن وصافي وحريشات. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش. وكنبغيكم بزاف. الى اللقاء الفيديو الجاي ان شاء الله.